المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، أستهلها بالعناوين. وفد إريتريا يلتقي مستشار رئيس جنوب السودان. الدراج بنيام برماي يظهر تنافسية عالية في طواف إيطاليا. تدريب 200 امرأة راعية مهنيا. مقتل 3 إسرائيليين في عملية طعن بمدينة العاد وسط إسرائيل. مؤتمر دولي للمانحين يجمع أكثر من 6 مليارات دولار لأوكرانيا. المملكة المتحدة واليابان يعتزمان إبرام اتفاق دفاعي. السلام عليكم ورحمة الله. التقى وفد إريتريا عالي المستوى الزائر لجنوب السودان المكون من وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يمان قبرآب. التقى اليوم في جوبا مستشار رئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت للشؤون الأمنية توت غاتوالوك، وتناول اللقاء الأوضاع الصعبة التي يشهدها السودان، وبحث الدعم الذي تقوم به إريتريا وجنوب السودان لتضييق خلافات السودانيين وتمهيد الأرضية المتينة للوصول إلى اتفاق وإنجاح العملية الانتقالية. هذا وحضر اللقاء سفير إريتريا في السودان السيد عيسى أحمد عيسى، وسفير إريتريا في جنوب السودان السيد يوهانس تخلبيكايل. وكان وفد إريتريا على المستوى قد التقى يوم 5 من مايو رئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت وسلمه رسالة من الرئيس إسياس أفورقي. حقق الدراج الإريتري بنيام قرماي عضو فريق انترمارش البلجيكي إنجازا كبيرا بحلوله ثانيا في الجولة الأولى من طواف إيطاليا الخامس بعد 100. وجاء الدراج بنيام ثانيا في السباق الذي بدأ من مدينة بودابست المجرية، قاطعا مسافة السباق البالغة 195 كيلومترا في 4 ساعات و35 دقيقة و28 ثانية خلف المتصدر الهولندي عضو فريق البيسين بينكس. وحاز الدراج الإريتري بنيام قرماي الذي حصل على إشادة الخبراء والصحفيين حاز على جائزة القميص الأبيض لأفضل متسابق شاب في الطواف. وجمع الدراج بنيام الذي قطع السباق بسرعة 24.4 كيلومتر في الساعة 40 نقطة له ولبلاده من UCI. وسيواصل الدراج بنيام قرماي الجولة الثانية من طواف إيطاليا غد بارتداء القميص الأبيض لأفضل متسابق شاب. وستكون الجولة الثانية من طواف إيطاليا يوم غد بمسافة 9 كيلومترات و200 متر سباق فردي ضد الساعة. نظمت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية دورة تدريبية مهنية ل206 من النساء الراعيات للأسر في مركز دبعات للتدريب المهني في مديرية آخرية بأسمرة. وتضمن التدريب الذي شاركت فيه النساء من 16 مديرية في الإقليم الأوسط الخياطة والأشغال اليدوية واستقبال الضيوف والطهي وصيانة ماكينات الخياطة. كما تلقينا تأهيلا في إدارة المتاجر. وقالت مديرة مركز دبعات للتدريب المهني السيدة جمعة محمد نور في مراسم التخريج في 6 من مايو إن التحديات الطبيعية والتي من صنع الإنسان تؤدي لمصاعب اجتماعية واقتصادية على الأسرة وخاصة للمرأة الراعية. أوضحت وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤول قبرآب إن التدريب نتيجة التعاون والتكامل مع الجهات الشريكة ويفتح الفرص لدورات تدريبية مماثلة. وأشار مسؤول صندوق الرعاية الاجتماعية والاستثمار في الوزارة السيد قبرآب في السهية إلى تنظيم دورات تدريبية مهنية لتحسين معيشة المواطنين في السنوات الماضية. وشكرت ممثلة المتدربين الفرص المتاحة مؤكدة على أهمية التدريب في حياتهن. وقدمت في مراسم التخريج الشهادات التقديرية للمشاركات والمساهمين. تقوم إدارة مدينة عصب بإصلاح خطوط الكهرباء وإنارات الشوارع المعطلة. وأوضح مسؤول البنية التحتية في الإدارة المهندس سامي زرابروخ إن أعمدة الكهرباء تصدأ سريعا وتسقط وتخرج عن الخدمة لملوحة التربة في المدينة. وذكر القيام بتركيب أكثر من 60 عمود كهرباء لتوسيع إنارة الشوارع وصيانة الخطوط والإنارات المعطلة. وأشار أيضا إلى العمل الجاري لإصلاح وتزيين الحدائق المساهمة في جمال المدينة. ودعا السكان للعناية بخطوط وإنارات الشوارع والحدائق.
يقوم السكان والجيش الشعبي بالتعاون مع وزارة الزراعة بنفير لحماية التربة وحفظ المياه في حمل ماله. وأوضح مسؤول الزراعة في المديرية السيد عند مريم سلمون وضع خطة لبناء المدرجات والحواجز المائية في مساحة 3000 هكتار، أنجز العمل في ربع المساحة حتى الآن. وقالت الشابة يوديتا إلى مريم المتابعة للعمل الجاري في ضاحية قنفلهم بناء المدرجات في مساحة تبلغ حوالي 100 هكتار والحواجز المائية في أكثر من 500 متر مكعب حتى الآن. أشار مدراء ضاحيتي قزقزة وقنفلهم إلى أهمية حماية التربة وحفظ المياه لرفع الإنتاج الزراعي. وذكر المشاركون في النفير عملهم الجاد والفاعل لإنجازه في الوقت المحدد. أحدثت الأمطار المصحوبة بالثلوج والعواصف التي هطلت في 3 مايو في مديرية ميعيني أضرارا بالمنازل والبساتين والأشجار. واختلعت العواصف المطرية التي استمرت لأكثر من ساعة ألواح الزنك من 3 غرف وأتلفت أكثر من 200 كنتال من ثمار المانجو التي قاربت على القطاف، ولم تقع أضرار في الإنسان والمواشي. وذكر السكان إلى المنطقة لم تشهد من قبل مثل هذه الأمطار القوية. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود لمواصلة الأخبار. قتل 3 إسرائيليين على الأقل في هجوم وقع في مدينة العاد شرقية تل أبيب وسط إسرائيل تزامنا مع إحياء الدولة العبرية ذكرى تأسيسها بحسب ما أفادت المصادر الطبية. وقالت خدمات الإسعاف الطبي في إسرائيل إن شخصا رابعا أصيب في الهجوم بجروح وحاله حرجة. ويأتي هذا الهجوم بعد سلسلة هجمات مماثلة شهدتها إسرائيل منذ الأسابيع الأخيرة وشنها فلسطينيون من الضفة الغربية أو نفذها فلسطينيون من داخل إسرائيل. من جهتها قالت الشرطة الإسرائيلية إن الهجوم وقع على ما يبدو في أماكن متفرقة من المدينة، مشيرة إلى أنها أطلقت عملية أمنية واسعة لتعقب منفذي الهجوم. قال ماتيوس مورافسكي رئيس وزراء بولندا إن مؤتمرا دوليا للمانحين في وارسو لجمع أموال من أجل أوكرانيا جمع حوالي 6.5 مليار دولار. واستضافت بولندا والسويد بالتعاون مع رئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي المؤتمر الذي يهدف إلى مساعدة أوكرانيا في التعامل مع التداعيات الاقتصادية والإنسانية للغزو الروسي. وخلال مؤتمر صحفي في نهاية المؤتمر أعطى مورافسكي تقديرا أكبر قائلا إنه تم جمع أكثر من 7 مليارات يورو. وتعهدت دول مثل فرنسا وفنلندا وجمهورية التشيك وكرواتيا ودول أخرى بالملايين من اليورو لدعم الجهود الإنسانية والعسكرية في أوكرانيا. كما تعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم 200 مليون يورو في صورة مساعدات للنازحين في أوكرانيا بحسب ما قالت في بيان. تعتزم لندن وطوكيو إبرام اتفاق دفاعي لتعزيز العلاقات بينهما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك بمناسبة زيارة لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى المملكة المتحدة. وتضمن بيان لداونينغ ستريت أنه من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الياباني تفاهمهما على مبدأ إبرام اتفاق وصول متبادل، ما يسمح للقوات اليابانية والبريطانية بأن تعمل وتتدرب وتتحرك معا، وبالتالي تعزيز التزام المملكة المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ ومزيد من الحفاظ على السلام والأمن العالميين. وأشار البيان إلى أن المملكة المتحدة ستكون أول دولة أوروبية تبرم مثل هذا الاتفاق مع اليابان. وكانت المملكة المتحدة قد أبرمت مع الولايات المتحدة وأستراليا اتفاقية أوكوس الأمنية للتصدي للصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. سرق لصوص مسلحون بمسدس واحد على الأقل متجرا للساعات والمجوهرات تابعة لشانيل وسط باريس، ثم لازوا بالفرار على متن دراجتين ناريتين.
وقالت شرطة باريس إن عملية السطو وقعت في وضح النهار بمنطقة بلاس فاندوم وسط العاصمة، التي شهدت عملية سرقة أخرى لسرقة مقتنيات باهظة الثمن العام الماضي. وقالت شانيل إن أحدا لم يصب بأذى، وإنها تتعاون مع الشرطة فيما لم يكشف مسؤولو المتجر عن قيمة البضائع المسروقة. وأعلنت الشرطة أنها لم تصل بعد إلى معلومات عن هويات اللصوص. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار هذا المساء أعود فأذكر بعناوينها. وفد إريتريا يلتقي مستشار رئيس جنوب السودان. الدراج بنيام قرماي يظهر تنافسية عالية في طواف إيطاليا. تدريب 200 امرأة راعية مهنيا. مقتل 3 إسرائيليين في عملية طعن بمدينة العاد وسط إسرائيل. مؤتمر دولي للمانحين يجمع أكثر من 6 مليارات دولار لأوكرانيا. والمملكة المتحدة واليابان يعتزمان إبرام اتفاق دفاعي. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.